قال رحمه الله: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة، والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. أيضا من السنة هجران المبتدعة والبعد عنهم وعدم مجالستهم، لئلا يصيبوا غيرهم بتلك البدع. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. وسمعتم كلام ابن سيرين الذي حرم مجالسة المبتدعة: والقرين إلى المقارن ينسب فاختر لنفسك في الحياة قرينها، إن القرين لا بالمقارن يقتدي. فلنبتعد عن أهل البدع لئلا يغمسون في بدعهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأهل البدع مغيرون لدين الله عز وجل، قائلون على الله بغير حق، ومن قال على الله بغير حق حشر مع المشركين، كما قال تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والمبتدعة يشرعون تشريعات جاهلية. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والمبتدعة يغيرون دين الله لأنهم يظنون أن ما يدعون إليه دين يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. وقد سمعتم قول الإمام مالك: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. والآثار في هذا كثيرة جدا. نعم. قال رحمه الله: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظرائهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. وما عد سمعتم هذه الفرق الضلال اسماءها، وتكررت اسماءهم في ثنايا الدرس، ونضيف إليهم هذه الأحزاب التي ظهرت في هذا الزمان كالتبليغ والإخوان المسلمين وجماعة الجهاد المزيف وجماعة التكفير والهجرة وداعش والقاعدة ومن سار في فلكهم من الضلال كلهم، وغلاة التصوف أيا كانوا، كل هؤلاء مبتدعة يجب البعد عنهم تمام البعد، كما سمعتم الآيات والأحاديث التي تحذر من أن نكون مع أهل الشر وأهل الفتن. نعم. قال رحمه الله: وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربعة فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. يقول إن لا يشمل هذا الاختلاف في الفروع مثل أئمة الأربعة ومن تبعهم، وأقول هذا بشرط عدم التعصب، فالمسلم إذا ظهر له الدليل عليه أن يتبعه. والأئمة الأربعة كلهم يقولون: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم يقولون: ما وجدتم من قول مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عرض الحائط، ويقولون: لا تأخذوا بقولي حتى تعرفوا دليلي. يقول الإمام أبو حنيفة: إذا أشهدكم أنه إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنني أقول به، وغير ذلك من أقوال الأئمة رحمهم الله. فيجب الترحم عليهم والسير على قواعدهم دون تعصب لأقوالهم، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. نحن الحمد لله في نعمة الآن. كان قبل مجيء الملك عبد العزيز وقبل قيام هذه الدولة المباركة كان في المسجد الحرام 4 محاريب، يصلي الحنابلة ثم الشافعية ثم المالكية ثم الحنفية، حتى جمعهم الله خلف إمام واحد بفضله أولا وآخرا، ثم بجهود